بنقول لك ايه، مش مجدعة منك لما تشخط في ابوك وتقول له انت ما انتش عارف حاجة. وانت عملت ايه؟ انت عايش بقالك 60 سنة، عملت ايه؟ عيب لما تقول له كده، ده ابوك. ده ابوك. طب اعمل انت يا فتك. شوف هتعمل ايه، هتعمل ايه يعني؟ هتشتري الفدادين؟ والله ما انت عامل حاجة. والله ما انت عامل حاجة، ده انت ايامك سودي. يا راجل اعدل من نفسك، ما تشخطش في ابوك وتقول له الكلمة الوحشة. عيب منك كده. ليه تحرجه؟ ليه تألمه كده وتحرق دمه ليه؟ انت عملت ايه وخليت ايه اي بيع اي شروه تقول له انت عارف حاجه؟ يا عم اسكت. اسكت يا عم. ده ابوك يا ابني. يا ابني عيب منك كده. هو انت بتشخط في واحد صاحبك ولا واحد على الشارع؟ يا راجل عيب منك، ما تبقى احترم نفسك يا راجل، ده ابوك. ما تبقاش شحط كلام في كده. يا راجل ما تبقاش زي فردة الشبشب كده، احترم نفسك، ما تبقى احترم نفسك. ده ابوك يا حبيبي. ده ابوك يا بابا، ما انت مش واحد من الشارع عمال تشخط فيه وتروح وانت عارف حاجه وتشخط فيه وقدام العالم وبتاع. يا عم احترم نفسك، خليك حلو يا اخي. احترم ابوك ده هو عشان عيالك يحترموك بعد كده. يحترموك عيالك بعد كده، ما تبقاش وحش. صلوا على النبي يا جماعه وربنا يهدي، والسلام عليكم.